ضيفنا الليلة أعزائي المشاهدين الفنان القدير المحبوب الفنان محمد أبو الحسن. اهلا بيك يا استاذ محمد، وكما يسعدنا ان يكون ضيفنا الليله في الهوا هوايه الاستاذ سامي منصور، ملحن ومطرب وممثل ومتعدد المواهب. اهلا بيكم. طبعا فنان محمد ابو الحسن مش اول مره تيجي القناه الرابعه، كان في زيارات كتيره وعمل فني كمان. يمكن كان اول مره عمل للقناه الرابعه من خلال الفوازير. طبعا كان مجهود كبير جدا، انا فاكره اياميها يمكن سنه 93 94. كنت حضرتك الصغيره مش كده؟ لكن العمل كان ممتع، ويمكن مجموعه العمل كمان هنا كانت حابه انها تعمل فوازير والاول مره، فكان عمل فني مع حضرتك متكامل. تفتكر كده ونرجع مع بعض لعام 93 وطبيعه العمل ومحبتك للقناه الرابعه ايضا من خلال هذا العمل. هو اي عمل عموما يعني لما بيبقى الناس اللي جواه الكاست بيشمل كل حاجه، سواء الفنيين او الفنانين، لما بيبقوا بيحبوا العمل غصب عنهم العمل يحبوه. يعني زي ما يقول لك واحد ايه فوتوجينيك، الفوتوجينيك ده مش اوانت، ممكن يبقى بره شكله وحش قوي، لكن اول ما يبص للكاميرا الكاميرا تحب. فانا حبيت اسماعيليه من كل اللي موجودين فيها، سواء في الاستوديو حتى العمال. يعني تصوري ان انا كنت بساعدهم في الديكور وامسك الفرشه والالوان وارسم معاهم. حب، فالحب ده انا بحبهم، هم بيحبوني، الجمهور بيحبنا كلنا، يعني حاجه جميله. العمل بيطلع بصوره جيده طبعا وجميله جدا طبعا. طب ايه ذكرياتك بقى مع القناه الرابعه خلال الفوازير؟ ذكرياتك. الذكريات ان انا الحاجات الحلوه طبعا. ما هو في الاخر انت عايز تغلط؟ لا والله انا بقى ده فيك وعارفه. لا هو كمان يعني قبل القناه الرابعه انا عموما بحب الاسماعيليه. ليه؟ لان كلت علقه في الاسماعيليه، اتضربت ضربه هنا ايام زمان بقى، لما كان الاسماعيلي يعني الاسماعيلي دايما كان يغلب الاهلي، فلما يجي الاهلي هنا، وانا كان عندي ميول لان انا كنت بحب الدراويش، كانوا درويش بقى المجد بتاع الكوره، يعني قبل سنه بعلي ابو جريشه. فكان وانا بشجع الاهلي لكن بحب الاسماعيلي. يعني عين في الجنه وعين في النار يعني. لا مش العينين في الجنه، بس ايه يعني انا بحب اللعب الحلو، فسواء كنت اهلاوي لكن بحب اللعب الحلو، فبشوف الاسماعيلي فبشجع، فبتوع الاهلي يضربوني بتشجع الاثنين وانا جاي معاهم مع اللعبه الحلوه. والله بجد. وبعدين اول بقى لما لو الاسماعيلي اتغلب هنا كله بيتضرب. كانت علقه جامده يعني. طبعا. ودي من الذكريات الجميله اكيد ما بتنسيش هنا. يعني العلقه السخنه دي ذكريات حلوه. طبعا. العلقه دي بتهيألي غير علقه سك على بناتك. ايوه فؤاد المهندس دي مختلفه يعني. لا دي كانت فوق، سك على بناتك كانت تحت. يمكن سك على بناتك من الاعمال الجميله جدا، وكان دور حضرتك دور متميز من خلال عمل كوميدي. ويمكن الانسان على خشبه المسرح بيمتلك المسرح وبيمتلك ادواته، وبيبقى فيه تعبير ما بينه وما بين الجماهير اللي جايه تتفرج عليه. وده يمكن اللقاء كان جميل جدا لان كان فيه تجاوب ما بينك، نغمات زي ما بنقول ما بينك وما بين الجماهير. وتقول لنا احلى المواقف اللي قابلتها على خشبه المسرح من خلال سك على بناتك. هو يعني قبل المواقف زي ما احنا بنقول حب العمل، مش انا اللي كنت كويس، الكل برضو كان، وبعدين كلنا كنا جداد. شبهان يا رب يرجعها لنا تاني بقى وتمتع الجماهير، كانت لسه ما حدش يعرفها. احمد راتب ما حدش يعرفه. اللي كان مشهور قوي زكريا موافي الله يرحمه، والفنان فؤاد المهندس طبعا استاذنا ربنا يشفيه، ربنا يشفيه يا رب ويديله الصحه ويرجعه لنا تاني. فكلنا كنا جداد، ودي كانت اول مسرحيه بدون الفنانه العظيمه شوكا. فكان هو خايف. ليه؟ لان معاه عيال يعني من البلد، فخايف قوي. فالحمد لله كرم الله في ان هو
كان السبب فؤاد المهندس انه المسرحيه تنجح، لانه ما بيمنعش حد من انه ينطلق. يعني عارف حضرتك؟ مهمة جدا. يعني مش كان لازم او ضروري الالتزام بالنص، كان ممكن يبقى في خروج عن النص بس بيبقى يعني مقبول. ايوه مقبول ومحترم. مم. يعني مش خروج عن الناس يعني كده، لا. مم. يعني بحاجات، يعني مثلا انا من ضمن الحاجات، انا السك على بناتك دي ما كنتش بعمل فيها دور حنفي ده. مم. انا عملت فيها 3 ادوار. اول ما رحت كان دور الجرسون اللي هو المنظم المتر بتاع الحفله، اللي بيشيل المشاريب ده وبيعمل بيزقوا احمد الحاجات دي. يعني كان عملك 3 ادوار؟ لا لا، واحد. في هو البدايه كان ابتدى كان واحد دور وبعدين واحد. انتقل لدور اخر. يعني جابوني حتى بعد ما عملوا البروفات وقالوا عايزين نزود الضحك في الفصل الاولاني، فنعمل ايه؟ راحوا عاملين شخصيه المتر الدوتيل اللي بينظم الفرح، والاستاذ فؤاد المهندس قعد معايا وهو الايه العمل يعني الشغل، فكان حلو جدا. وبعدين لظروف ما كان الدور اللي هو حنفي بيعمله الزميل ممدوح زايد، كان في الرحالي ده ممثل عظيم، فكان هيسافر دبي ويعمل مسلسل مع اخوه المنتج ممدوح زايد. فقالوا نجيب مين بقى مكانه يعمل الدور ده؟ فالاستاذ فؤاد المهندس في الاخر قال لهم ابو الحسن، اللي هو الدور بتاع حنفي. كان المفروض يغيب شهر، فهو قعد 8 اشهر. اللي اشتغل المسرحيه بقى الشيخ صالح، كل شويه يقول لهم عايزين نصور، يقولوا له طب اصل مش يعني يعطلوا تصوير المسرحيه. فجه في الاخر قال لهم ليه؟ قالوا له اصل ممدوح اللي هو صاحب الدور بتاع حنفي مش يعني، قال لهم لا انا مش عايز، انا عايز ابو الحسن. يعني كان دور اسجلها متميز جدا فعلا وما تنسيش ابدا. الله يخليك. هنتقل. اتفضل اتفضل. مش هقدر اقطع. اتفضل. مين اللي اتفضل؟ فبالاختصار يعني ولما جه ممدوح بعد ما صورناها رحت بديله الدور بتاعه، ومش معقوله بقى هرجع اعمل الدور الثاني ده، كان فصل واحد بس. واعتذرت بقى عنه. لقيت الاستاذ المهندس بعت لي يقول لي تعالى انت كنت بتحب في البروفات دور، قلت له دور المدرس، لانه ده ايه زي المدرس بتاع نجيب ريحاني في غزل البنات. قلت له ده هايل الدور ده. قال لي طب اعمله بقى. قلت له الله. والاستاذ بدر نوفل قال لي لا، بدر نوفل الله يرحمه مع عادل امام في اسكندريه بيعملوا شاهد ما شافش حاجه. وعملت الدور وقلت له سيب لي الحريه. قال لي تخيل حضراتكم، تخيلوا جيهان وجيهان ان هذا الدور اللي انا عملته بتاع المدرس كان احسن من حنفي بتاع سك على بنات كمان. احنا ما شفناش دور المدرس. لا ما سجلش ما تصورش. استاذ سامي، زي ما احنا قلنا ان حضرتك متعدد المواهب، وقدمت الموسيقى التصويريه والاغنيه المصريه والتركيه ايضا التلحين والموسيقى، وقدمت برامج زي ما قلت لنا والفرانكو اراب، ومجموعه متنوعه وشامله. كلمنا بقى عن احب الاعمال ليك، يعني هل انت فعلا حاسس انك انت ممثل قوي ولا ملحن قوي ولا مطرب قوي ولا ايه بالظبط؟ ولا كله شامل؟ ولا يعني هي يعني سؤال حضرتك كله ملحن قوي، ممثل قوي، ولا مطرب قوي، ولا سامي منصور قوي، ولا حظه وحش قوي 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 قوي. لا الحمد لله حظنا حلو يعني. يعني طبعا التلحين ده حاجة أساسية بالنسبة لي يعني، وبداياتي كانت يعني بداية كانت التلحين. بداية التلحين، وكان عندي فرقة، وأول ألبوم عملته كان توزيع لأغاني الفنانة الراحلة فايزة أحمد. و يعني أنا بشيد بالذكر بموسيقار محمد سلطان ساعدني في الموضوع دوت، لان انا لما عملت الاغاني بتاعت فايزة احمد حطيت في وسط الشريط كلها الحان استاذ محمد سلطان، وحطيت ست الحبايب. فما كنتش عارف انه لابد ان انا استأذن طبعا من الملحنين وكده يعني. فرحت خدت بعضي ورحت للاستاذ محمد سلطان، فالاستاذ محمد سلطان قال لي انت استأذنت الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ قلت له لا. بمنتهى الحب والتقدير يعني رفع سماعة التليفون وكلم الاستاذ محمد عبد الوهاب وقال له في ابن ليا عامل كذا 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 وبنستأذنك يعني.
وراح ده كان اول البوم عملته يعني كموسيقى يعني. وعملت بعد كده كذا البوم، وقبلها طبعا صورت اغاني طبعا في التلفزيون المصري كمقطوعات قائد فرقه موسيقيه بالفرقه بتاعتي يعني. وكنت بلعب على الاورج. ودخلت بقى عملت اعمال كتيره جدا في الاذاعه، في اذاعه الشرق الاوسط. يعني بعتبر نفسي ابن من ابناء الشرق الاوسط، لان انا تتلمست على ايد المخرج حسني غنيم والاستاذه الاذاعيه الكبيره ايناس جوهر. كنت بعمل لهم تسالي وموسيقى تصويريه للبرنامج التسالي وحاجات زي كده. وعملت بعض الاعمال الدراميه في البرنامج العام. عملت مسلسل برضو موسيقى تصويريه اسمه انا اللي جبته لنفسي، كان بطولة الفنان أحمد بلير ومعادي زايد وكريم مختار. وبعدين انتقلت بقى من الإذاعة على التلفزيون، عملت في القناة الستة. يعني طبعا أنا مش ماشي بالترتيب لأني عملت فوزي في القناة الستة، كانت بطولة الفنان حسن الأسمر وهند عاكف. وعملت برامج كتيرة في القناة الستة، وعملت في الرابعة عندكم برضو تترات برامج. يعني عملت حاجات الحمد لله بالنسبة للتلفزيون المصري يعني. طب وبعدين العمل في تركيا، ونقول هل في أصول موسيقية هي اللي خلتك تنجذب لتركيا وتبتدي انك تعمل اعمال في تركيا؟ هو اصل حضرتك تركيا ومصر واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان نفس الطقوس هي اختلاف الموقع بس الجغرافي، انما اولا هي دولة اسلامية، الطباع الشرقية نفس الطباع، الموسيقى هي نفس الموسيقى، المقامات الشرقي، الرصد، البياتي، الحجاز، كل المقامات الشرقية بتاعتنا هي اللي موجودة في تركيا. ما فيش اي اختلاف. الاختلاف في اللغة. فالصوت صوت المطربين يعني المطربين بيغنوا بلغة مختلفة. انت اللي اتجهت للموضوع ده ولا في حد؟ لا، هي كان لها وقعة. انه كنا في استوديو عمار الشريعي، فكان في مطرب تركي اسمه مسلم جرساس، وكان الموزع بتاعه دعاني ان انا اكون متواجد معاه. وبعدين فجأة سافر، فقعدت معاهم وكملت الشغل. وبعدين سافرت على تركيا، دعاني هناك، فتعرفت على مطربين هناك، وابتديت اشق طريقي يعني وانا في تركيا. يعني عملت الحان للمطربين طبعا هناك، وبرامج في التلفزيون، واستضافوني، وتعلمت اللغة التركية عشان لما يستضيفوني في التلفزيون اعرف ارد بالتركي. يعني كنت الاول بتكلم عربي دلوقتي تركي. لا يعني كنت بقى عربي شويه دلوقتي. ايه رايك ناخد فاصل ونرجع ونتكلم عن جائزة احسن اغنية في تركيا حصلت عليها؟ تحت امرك. السلام عليكم يا سي نجيب. اهلا. ازيك يا شيخ زكريا؟ مين؟ حمدي خير الله. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا سي نجيب؟ الله يخليك. ما اتفضلوا. ايه الجمال ده كله يا سي امين؟ انت النهارده كنت منعلع قوي يا سيدي. البركه في الريحان اللي ينطق الحجر. يا ريتك يا سيدي كنت حجر، وانا كنت خدتك وحدفتني كعزيز عيد. الا صحيح هو مش باين بقاله كام ليله. انا لسه من شويه بس بسيطه كنت في شارع عماد الدين، وكان هو عند تياترو الكرسال. تشربوا ايه؟ لا معلش مرة تانية يا دوبك عشان اريح شوية، ما انت عارف بقى مسافر الصعيد ومشوار الفرشوط. ما انا قلت لك 1000 مرة يا باشمهندس، سيبك من هندسة الري، تعال اشتغل معانا في التشخيص. انت شكلك مقبول، وكلها سنة ولا 2 وتبقى احسن وصفي وعلي الكسار والرحالي ذات نفسه. لا يا عم خليني كده في هندسة الري. السلام عليكم. مع السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك. ما تبقاش تتأخر علينا. هستأذن انا كمان بقى. وانت وراك ايه يا شيخ زكريا؟ رايح تلحم فرشوط؟ في الحقيقه عندي كلمتين مع سي حمدي اخلصهم. انتوا وراكوا حاجه؟ انا طالع على قهوه فينيكس، ما تحصلوني على هناك. خلاص. استاذ سامي، احنا شفناك دلوقتي في عملين مختلفين. المسلسل الاول كان شعاع من الامل، اخراج خالد بهجت، وكان دورك فتحي البرديسي. يا ريت تكلمنا عن دورك
في هذا العمل. وايضا شفنا جزء من مسلسل عماد الدين، وكان كنت قايم بدور الشيخ زكريا احمد. كلمنا برضه عن دورك. هو المسلسل الاولاني شعاع من الامل كنت عامل شخصيه رئيس شؤون قانونيه باسم فتحي برديسي طبعا. والمفروض ان انا بيجيني محمد نجاتي، ده المفروض ابن ممثل صلاح السعداني، وجاي بقى من الارياف، وهو ولد وصولي في المسلسل، وانا برضو بستغل ان هو يعني بيعرف بشوات وبيعرف بيشتغل عند واحد اسمه كمال بيه وحاجه زي كده. فبنبتدي نعمل احنا الاثنين مع بعض رباطيه كده ظريفه، ان احنا بنعمل عمليات ومن تحت الترابيزات زي ما دور. يعني هو الاستاذ خالد بهجت، الدكتور خالد بهجت شاف فيا ان يعني منطقه معينه ان انا ممكن اقول فيها يعني. فده كان دور يعني انا بعتز بيه، ودور ظريف يعني، برغم من انه هو مش بالكم الحلقات، حلقاته كانت مش كبيره، لكن كان دور كان كان دور ظريف يعني. اما زمن عماد الدين بقى ده كان موضوع تاني. كان اخراج الاستاذ هاني داشين، وهو كان رشحني في دور زكريا احمد، الشيخ زكريا احمد. وده كان دور جميل لانه المسلسل كان يعني غني بالالحان والحاجات ديت، بالرغم ان انا ما غنيتش فيه، لكن انا كنت ملازم لسيد درويش اللي هو الفنان طارق الدسوقي، ومنيره المهديه اللي هي دلال عبد العزيز، ويعني مجموعه. ده كان دور طبعا زكريا احمد كان من الملحنين العباقره اللي هم يعني اعمالهم معروفه يعني. فكان دور برضو جديد عليا ان انا بقى لابس الجبه والقفطان واخد بال حضرتك. وهو كان الاستاذ هاني شايف فيا يعني بمنطقه العين، يعني ان انا فيها شبه شويه من زكريا او الشيخ زكريا. العين والغين واللام كل الحروف مش عارف طبعا. كانت يعني كان موضوع كنت ببقى ملازم له بالعود على طول ماشي، ويعني كان مسلسل ظريف يعني. في برضو عمل تاني انا عملته، يمكن العمل ده انا شايف نفسي اكتر شوية فيه، مع الاستاذ المخرج العظيم عادل صادق، اللي هو مسلسل رجل على الحافة. المسلسل ده انا مثلت فيه، وكنت طالع فيه صحفي، عفوا مش صحفي، قصدي رئيس مجموعة كمبيوتر في شركة بتاعت يوسف شعبان، وكان معايا طارق لطفي ونرمين الفقي وفنانة قديرة سميحة ايه. والمسلسل كان جميل، وعملت له الموسيقى التصويرية في المسلسل، وكان مسلسل من الأعمال الجميلة يعني. نرجع بقى لجائزة أحسن أغنية اللي حصلت عليها في تركيا. أحسن أغنية في تركيا. أحسن أغنية. هو مش فاضي دلوقتي. احنا كمان دقيقتين. ميرسي جدا. مش فاضي. حد عايز مناديل؟ لا، هو سنة 98 أنا كنت عملت أغنية في اسطوانة المطربة تركية اسمها مينا كوشان، وخليتها تغني بالعربي. يعني مينا كوشان ده اسم لا، دي المطربة. أنا عملت أغنية اسمها حكايتك إيه؟ أو مجنون بالتركي، كنا مسمينها مجنون بس باللهجة المصرية. خليناها تغني بالعربي. فالاسطوانه دي وزعت كتير جدا، وكانت جرأة مننا احنا الاثنين، يعني احنا زي ما بنقول كده جنان الفنان اتجننا. وقلت هي بتسمع لأم كلثوم وسمعتها وهي بتغني عربي، فقلت فرصة انها نجرب. زي ما حضرتك عارفة ان الجزء اللي جنب سوريا في تركيا اللي هو انطاكيا وانطاليا، انا ما عنديش دعوه. ما تعرفش حضرتك؟ ما بحبش اتكلم عن حد. بس ماليش دعوه. يعني انت مالكش دعوه، ماشي، ههريك اغاني. ف بيتكلموا عربي، اللي هم بحكم ان هم جنب سوريا، فحققت نجاح عالي قوي لان هم كانوا بيسمعوها وبيفهموا العربي. طب ليه هم بيفهموا عربي وليه احنا مش بنفهم؟ ما هو اعتقد العيب في الموقع بتاعي. هم برضه عشان متجاورين قوي. نرجع تاني للفنان محمد ابو الحسن. والفنان يعمل في السينما، يعمل على المسرح، يعمل في التلفزيون، ولا يعمل ده نطلقها على اساس دلوقتي. ان هو على اساس انه ضيف يعني ضيف برنامج يعني. طب ارجو ان انت ما تنسيش السؤال يعني. لكن ايه ما يدل على اني لا اعمل؟ ان هم قالوا ان في لقاء النهارده مع جيهان. هذا جيت من حظ الحلو، لقيت 2 جيهانين. حضرتك مش جاي لوحدك. وبعدين قالوا لي البس بدله. فايه يعني زي اللي ده حتى مذيعين الكوره وبتاع بيلبسوا بدل وبيقعدوا كده وبتاع. انا بصراحه هقول لكم بس يعني بجد جيت ادور على البدله البريمو ما لقيتهاش. فين هي؟ افتكرت ان انا وديتها الدراي كلين. فرحت للراجل قلت له فين؟ قال لي
اتربك. قلت له ايه في ايه؟ قال لي اصل بصراحه انا بعتها باع بدلتي. ليه؟ قال لي معلش اصل كان الحاله بجد ولا الاقتصاديه كانت صعبة. والماليه هي صعبه. البدلة بقى اللي كنت رايح تحضر بيها فرحك في سوق على بنات. هي دي اللي هي كاوتش. اللي من 17 اللي هي سنة. كاوتش. بصراحه جاي زي ما انا كده. وبعدين قلت له طب هنعمل ايه؟ قال لي معلش يا بنت عندك بدله ثانيه؟ قلت له قال لي هاتها لي وانا بحالك تاني. ها قال لي وبالنص. نرجع للسؤال تاني. نرجع للسؤال. بتحقق ذاتك في اي مكان منهم؟ يعني اليومين دول ولا زمان؟ منهم ايه اللي حضرتك قلتي؟ يعني على مرحلة حياتك الفنية أو طبعا عموماً. الإنسان بيمر عموماً. بمراحل كتيرة في حياته بتختلف من مرحلة سنية لأخرى. أنهي مرحلة اللي قدرت إنك حسيت بيها قوي قوي في مكان ما منهم؟ كل المراحل كل المراحل. يعني من اول بس كان إيه بالتحديد؟ من اول وانا صغير. آه. انا بحب الناس، بحب الدنيا، آه. بحب الحوارات اللي بتفيد البني ادم وهو مش عارف ان هي بتفيده، اللي هي الغير مباشره. يعني من وانا صغير كنت بتفرج على حاجات كتير قوي. فرق الساعه لقلبك بتفرج عليهم بيقعدوا في قهوه في باب الشعريه، حي شعبي إذا بتنتقي أعمالك من خلال مضمون معين. اه لازم العمل مع الجمهور. آه. يعني متهيألي المسرح مفيد. برضو أحب حاجة. ايوه أحب مجال ليك أو مكان ليك المسرح. هو يعني بيقولوا بيت القصيد. هو المسرح. المسرح. السينما مع احترامي يعني السينمائيين والتلفزيون دول نوع من الايه، انا هقول بقى كلام اتفضل، يمكن اتفضل. يتضايقوا، لكن نوع من الغش. يعني ايه؟ التصوير بياخدوا كلمه كلمه. يعني يمكن التلفزيون مش كده، بياخد كلمتين كلمتين. لكن في حاجه اسمها المونتاج يقطع. وعلى الله الاخ اشرف المونتير بتاعنا الجميل ما يقطعش. مش قطعات هيقطع بقى عشان إيه؟ احنا على الهوا. ايوه. فالسينما والتلفزيون خاينين فيهم الخيانه. انما المسرح ادي الجمل ادي الجمال. وادي الجمال بس المسرح بتحقق متهيألي أصعب. اجمل يعني متهيألي مش أي فنان يقدر يقف على المسرح. لا مش اي فنان طبعا. في إمكانيات معينة أو خصائص معينة في الفنان اللي يقدر يقف على المسرح. طبعا. إيه هي بقى؟ اولا لازم يكون بيحب المسرح، يعني ده في كلهم يعني. تاني حاجه ان يكون القبول الجماهيري، ودي حاجه بتاعت ربنا بيديها له، ان هو عنده قبول سواء بيتحرك او ما بيتحركش، ساكت بيبص. الشكل بيأثر طبعا كل حاجه على أدائك. على الاداء. وبعدين القبول ده بيرجع له، وبعدين بيروح رده تاني. يعني ايه؟ اعجاب، ويروح هو حادث ده بيعجب باللي بيعجب بيه، بيديله أداء أفضل فأفضل. فبيديله افضل، فبيديله نتيجه الافضل ان هم النتيجة بتعود عليك في ساعتها. جميل قوي. يعني اجمل حاجه دي، اجمل حاجه حلوة. انما السينما بس عملت افلام حلوه جدا، انما جيت اتفرج بقيت كل اللي عملته حلو. بتأثر. ليه؟ مفهومه طبعا. طب ليه؟ احنا عايزين أحلى إفيه قلته على المسرح أو أحلى خروج عن النص قلته على المسرح ما يتنسيش. يعني ما يعني انا هقول لحضرتك بالتحديد في الدور بتاع المدرس اللي انا عملته في سوق على بناتك. كان بيخش مدرس عجوز، فانا كنت بعمل شنب ابيض خالص وبلبس باروكه بيضه وبخش، ومحدش كان بيسقف لي لان الناس مش عارفاني. وبعدين بقعد وبتيجي شريان تقعد جنبي، وبعدين اروح ايه فاتح الشنطه مطلع منبه قد كده، وراح ايه قاعد املى المنبه، يعني بيديها بالايه بالثانية. وبعدين اول سؤال بقول لها ايه، يعني دي اول كلمه بقولها. قال الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ما اسم الشاعر الذي قالها وما اسماء الشعراء الذين لم يقولوها؟ سؤال تعقيد. فؤاد المهندس طبعا. فؤاد المهندس بقى ميت من الضحك، ما فيش كلام من ده في البتاع يعني، غير اللي كان بيعمله الزميل بدر نوفل الله يرحمه. ففي حاجات كتير يعني كنت بخرج بيها، لكن بعد موافقه الاستاذ فؤاد ساعات بفاجئه فيزعل. ايه ده؟ لا ويقول لا حتى لو لا. أعجب
الكلمه اللي انت قلتها استحسن الجمهور الاداء طبعا. والافيه برضه برضه كان ما- وهو برضه بس ايه آه. بيعمل كده قدام بقيه عشان زمايله. ما حدش يعمل كده. محدش يخرج عنه. يعني عشان ما حدش يخرج ويبين لهم ان هو مش راضي، لكن ما دام الجمهور بقى كويس كده مع ابو الحسن يبقى. ده في المشهد اللي انا مع الاستاذ زكريا موافي اللي انا بقول له اوعى تعمل ميه ده برضه 3/4 كلام مش اضافه موجود. منك. كلام مش هو الاستاذ فؤاد المهندس بقى سايب المسرح واقف في الجنب. واقف في الجنب وكان بيبان حاجة. وبيضحك قوي زيه زي الناس. اه ولما بقول له بقى بعد ما بقول له خلاص انا جهزته لك اتفضل، يقول لي خد ايه يا حبيبي الناس مبسوطه منك قول كمان. نعم. فين النجوم اللي يعملوا كده؟ جميل. فوازير كنت مهاجرة فين للقناة الرابعة. طبعا من الأعمال اللي هنرجع بعد الفاصل نشوف جزء منها ونشوف ذكرياتك معاها والعمل التلفزيوني زي ما انت بتقول اللي هو مش بيمتعك قوي، ونشوف مع بعض جزء من كنت مهاجرة فين. بس قبل ما نشوف بقى قبل ما نشوف انا بشرب ميه اهو. اشرب. دي ميه فين؟ اسماعيليه. اللي يشرب ميه في اسماعيليه لازم يرجع لها تاني. اكيد. الله. يلا على الفاصل. مش مع بعض الفاصل. خلصنا بقى. هو الطابور ما بيمشيش ليه؟ يا ست يعني شايفاني اخطبوط ب100 ايد و100 رجل وانا مكنه؟ لو سمحت يا استاذ نعم. ممكن ايد المولود؟ عينيا. مولود دفتر المواليد. ايوه اسم المولود ايه؟ رضا. رضا. يا فاي يا راي رضا. واسم الوالد؟ اسماعيل. اسماعيل. رضا اسماعيل. طب وفين الوالد؟ الوالد؟ انا الوالد. انت الوالد؟ اما انا اسماعيل. انت ابو المولود؟ ايوه. طب روح انده لابوك. ابويا؟ انا مش مصدق اصلا. يا استاذ انا متجوز من 25 سنه، خليك تعين وجيت في اسمه رضا. يوضع سره في اضعف خلقه. خد. طيب. وانت هتستلم الشهاده من الاخ الموظف اللي هناك طارق. انت عارف. عارف. يا تكرير. نعم. والنبي يا استاذ تستلم شهاده وفاه. شهاده وفاه؟ ركبني. قولي لي انت اتوفيتي امتى؟ انا اللي توفيت برضه. امال مين اللي توفى؟ ده ابو جدي. ابو جدك؟ ده شاب صغير يا حرام. شفت بقى؟ كان بيلعب معايا على القهوه. طيب بصي عارفه الاستاذ طارق؟ ايوه. بتاع مكتب الصحه. هو هيصرف لك دي من هناك. قولي له ابو الحسن بعد. يلا مع السلامه. مساء الخير. اهلا وسهلا مساء النور. من فضلك تصريح زياره لو سمحت. تصريح زياره؟ ايوه. اللي كام فرد؟ 4. 4 افراد؟ رايحين فين؟ احنا رايحين بقى للفن والفراوله والخضره والمانجا المشهوره. المانجا المشهوره؟ عرفتها. يبقى الشليان. شيليان ايه؟ شيليان ده وصيف. امال ايه مانجا ايه؟ العويسي. العويسي. طب ابتسمي لو سمحتي. بقول ايه انا عندي اجازه يوم الجمعه، يا ريت تاخديني معاك البلد دي. اخدك وهرشدك كمان فيها. هترشديني؟ هو حضرتك بلغتي سن الرشد؟ بعدين بقى امال يعني ايه هتفرجيني؟ بالمره بقى ما دام هترشديني وتفرجيني انا عايز اشوف الماتش بتاع الكوره. ما اقدرش اروح الماتش، المكان هناك بيبقى زحمه قوي. ما هو طبعا لازم يبقى زحمه، مش النادي بينافس على الدوري وكل ماتش هيبقى موقعه. كفايه حرام كفايه حرام. هو طبعا ما يمشوش لعبوا لي حاجه خاف المدرج. ما هو لسه ما عرفش الحل. الله. طب انا اعرف الحل منين؟ اللي تعرف الحل منين؟ عموما واحنا راجعين هجيب لك معايا دنيس ام الخلود. وما تنساش تبقى تجيب لي معاك الطرمبات. استر ايه؟ شفنا مع بعض جزء من فوازير كنت مهاجرة فين للقناة الرابعة من إخراج الزميل رأفت عبد النعيم. الفنان محمد أبو الحسن، أجمل ذكرياتك في الفوازير رغم أنت بتقولي العمل التلفزيوني ممكن ما يكونش بيضيف فيك.
لا التلفزيون هنا كان 100 100. كان 100. انا بتكلم على التلفزيون الحالي مم. يعني. كمسلسلات. لكن هنا بصراحه ناس كلهم حلوين. كنا من حبنا للشغل كنا بنقعد نسجل في اليوم 5 حلقات 6 حلقات. استاذ رأفت ربنا يديله الصحه شاب صغير وانا عجوز، لكن وبيحب عمله كمان، بيبث فينا روح الشباب. والله لدرجه ان انا كنت بساعد بقول لحضرتك في الديكور وابقى سعيد جدا بان انا بشتغل كل حاجه. فكنا بنقعد مثلا لحد ايه في رمضان، كنا كمان في حلقات في رمضان كنا نقعد لحد السحور ونتسحر وانزل من هنا على الفوازير بتاعت مصر بتاع كريم صبري. فببقى سايق العربيه بقى وانا ايه مش انا اللي سايق، هي اللي سايقه، هي اللي عارفه اتجاهها. والله لدرجه ان انا بقى يعني كنت صلي. وده الفنان اللي بيحب فنه فعلا. طبعا طبعا. نرجع ليك يا استاذ سامي، حضرتك من خلال مسرحيه حكايه سلامه كان ليك دور جميل قوي مع يونس الشلبي، يا ريت تكلمنا عن دورك في المسرحيه. هي المسرحيه دي كانت مسرحيه كانت اول تجربه ليا على المسرح، وكان معايا فيها الفنان يونس الشلبي، وكان معايا طفله جميله شاديه رياض العمشري، ومجموعه من الممثلين يعني، وايناس نور ممثله جميله برضه، وكانت اخراج محمود ابو جليله. وانا كنت بمثل دور سلام فيها، دور الخير، هي بتتكلم عن الخير والشر. وكان هذا الموضوع متضمن يعني ما بين فلسطين واللي بيحصل في فلسطين وحاجات زي كده. فانا كنت طبعا بالنسبه للاطفال محبوب قوي، يعني ما بيطلع سلام ده يعني بيغني للخير وهو الخير ما بيطلع يونس الشلبي بالرغم ان هو فنان عظيم ربنا يقومه بالسلامه يعني. كان الاول بيطلع واخد دور حرب، كان اسمه حرب في الحرب طبعا. الدور الشر وبرضه كان الاطفال هو اللي شغال اليومين دول الشر، هو اللي بيكسب يعني الضرب هنا والضرب في العراق. فكانت عمليه جميله جدا، وانا بايد الاستاذ محمد ابو الحسن في ان المسرح له طقوس خاصه. يعني انا جربت المسرح كتمثيل وجربته كغناء، يعني لما بغني وانا معايا استعراضات على المسرح او بعمل استعراضات على المسرح، وقفه المسرح دي لها يعني لها يعني. وبعدين الفنان اذا كان نفسيته كويسه ومزاجه مظبوط قوي وجيبه عمران وزي ما وبدلته جاهزه وبدلته مش متباع عند الراجل بحه كده، فما تكونش 7 سنين طبعا ولا 6 وما حلقش شعره بتبقى فعلا الشغل بيطلع حلو يعني لما بيكون على المسرح. اكيد بيبان فعلا. بس انا برضو ما زلت بقول انه السينما والتلفزيون فيهم حاجات يعني استاذ محمد فيهم بعض بعد اذنك في حاجات كويسه. يعني انت محمد عمل مثلا في المال والبنون مع المخرج مجدي ابو عميره، دول كان حلو قوي. يعني في بعض الاعمال الدراميه اللي كانت متميزه جدا ما تنسيش ابدا. يعني انا برضه عايزه اقول يا استاذ محمد، يعني جواك طاقات كبيره جدا، الا ان المخرجين بيحصروك في ادوار معينه كوميدي. يعني متهيألي انت يعني نجاحك في عمل كل الادوار موجهك لباقي الاعمال انها تكون زي بعض، يعني سواء كوميديا. بتتكلم على بعض المخرجين اللي هم بيحصروك في ادوار معينه. يعني انت ازاي تقدر تتغلب على هذا الحصر؟ وانت ايه رايك في وجهه نظر المخرجين او نظرتهم ليك؟ هي مش نظرتهم، هي اللي بيحكمهم هم محكومين، اللي بيحكمهم الورق النص ايه، فبيختاروا يعني زي 3/4 يعني يقول لك ايه دور مجرم. مين المجرم؟ توفيق الدقن. يعني بيجي على الملامح الوجه هي اللي بتحدد، مش الملامح بس، الملامح والاداء. الملامح والاداء برضه النمطيات. طب هل جواك طاقه كامله لدور معين نفسك تعمله ولم يعرض عليك لغايه دلوقتي؟ انا شخصيا جوايا طاقه، انا والاستاذ محمد اقول لهم طلعها على في فكره كده ان شاء الله نعملها باذن الله. الاستاذ محمد اعتقد يعني انا اتكلمت انا هو فيها يعني ان شاء الله اذا ربنا وفقنا هتبقى حاجه شكل جديد خالص هو بيحبه. يعني تغيير عملك كوميديا لحاجه ثانيه ولا هو برضه كوميدي برضه؟ طب هقول لحضرتك يعني فريد شوقي الفنان القدير فريد شوقي كان كل ادواره كان كلها شر وفتوه وعمل كوميدي الا ان هو برع جدا في الكوميديا. يعني مش شرط ان يكون ملامح الفنان يعني برع بس مش برع جدا، يعني في فرق بين لا البخيل وانا يعني البخيل وانا كان دور متميز جدا، كان بارع جدا فيه طبعا، متميز جدا فيه طبعا. يعني ما ننكرش يعني الفنان يقدر يعمل كل الادوار، وده موجود في حضرتك. الاستاذ محمد ابو الحسن يقدر يعمل ادوار شر، كل الادوار كل الادوار يعني لكن ليه الفنانين المخرجين تملي
يعني يمكن هو حاطين كمان في عشان أدوار معينة. مش حابب علشان العمل. تقطيع وشه. انا في رايي كده يا باشا، صح؟ التقطيع بتدي كوميدي اكتر يعني. ما اعرفش، لكن اهو شفتي هو قالبها لك أهو رفعت خالص. رفعت حاجه بقى، اديني اكشن. هي مش تقشير يعني، هي تقطيع مش حلوي. هي المسألة زي ما بقول لحضرتك، اللي بيحكمها الكلام اللي موجود في الورق، واللي نظرة المخرج. وبعدين اللي بيحكم بقى كل دول، يعني ممكن المخرج يختارني، المنتج، وبعدين بعد المنتج حاليا النجم الكبير. ربنا بيتدخل يبعدنا. في هو بعد اختيار المنتج الادوار اللي معاه. كل واحد بيتحكم في هي دي طب انا عايزه اعرف الدور اللي انت تتمنى انك تعمله وما عملتوش لغايه دلوقتي. لا ده انا والله بتمنى حاجات كتير، يعني هقول لك حاجه. ادوار كتير. مسرحيات موليير، البخيل، دون كيشوت اللي بيحارب طواحين الهوى، لان الحالي ان فعلا الواحد بيحارب طواحين الهوى الهواية بتاعنا يعني. في ادوار كتير يعني. ايه، انا مثلا بحب، حتى مش لازم بطولة، يعني من وانا صغير احب استفاد روسي قوي، عبد السلام النابلسي ما شاء الله، عبد الفتاح القصري، كل دول تركوا بصمات. طبعا. الله يرحمه عادل ادهم بعد اذن حضرتك. طبعا. عادل ادهم من الشخصيات اللي هي انت حاسس باللي اثروا فيه يعني؟ انا احنا يعني انا من النوع اللي يعني انا بعشق قوي الفنان محمد ابو الحسن كممثل، وهو بيحب الناس معينين انا بحبهم، محدش يقدر يتكلم على الاسماء. لا سيدان الروسي ده مش هيجي زيه تاني ابدا. وعباء كان امتى؟ وزكي رستم، زكي رستم كمان مش ممكن. اول لقاء ما بينكم بتقول لك اول لقاء على بعض امتى؟ اول لقاء هو في الحقيقه ما تكبرش انك لا مش الفكره. هو احنا اتقابلنا اعتقد ايام مسرحيه الدكتور زعتر، ولا تحت برنيطه قرد؟ لا الاول الدكتور زعتر وبعدين تحت برنيطه قرد. دلوقتي القرد بقى فوق البرنيطه، ما بقتش بقى تحت البرنيطه قرود كتير. احنا لسه عاملين مسرحيه قريب، انا كنت عامل الحان الاستاذ محمد فيها، بس دي حاجه للاطفال. اسمها ايه اللي هي اللي حضرتك بتعملها دلوقتي؟ توته في الكمبيوتر. ظريفه. المسرحيه للاطفال حلوه قوي وتعليميه والالحان اللي فيها جميله جدا. بس احنا يعني ننتهز هذه الفرصه، يعني نقول ان احنا كان ممكن نعمل حاجات كلها حلوه والحان ومزيكا، بس احنا بنشاطر الشعب المصري ونشاطر المسؤولين في وفاه المرحوم الكبير التاريخ دكتور عاطف. يعني في فرصة ثانية ان شاء الله هنوريكم الحاجات دي وهتتبسطوا بيها جدا بإذن الله. العمل الفني اللي تتمنى ان هو يجمعك مع الفنان سامي، ويمكن ممكن تكونوا فكرتوا فيه، حددتوا ملامحه، وانا استاذنك السؤال يبقى غير كده خالص. اللي هي توته العمل الفني اللي انا اتمنى اشتغل فيه مع الاستاذ محمد ابو الحسن. احنا قلنا هو يتمنى انتوا بقيتوا واحد. لا بقينا واحد. طبعا بس هو استاذ بالنسبه لي اكيد في الفن، بس طالما انت بتجاوب عنه في اسئله انا بوجهها له، يعني انتوا خلاص بقيتوا لا يعني هو هو يعني ده هو عايز يضمن يعني ان هو ولذلك بيقول عليا الاستاذ. استاذ مين؟ انا مش استاذ. انا طمعان في دور شوفي حضرتك دور يعني بيرمي عشان يضمن. سناء يونس في سكر بنات. يعني في عمل ان شاء الله هيجمعكم قريب. طبعا شرفتونا في الهوا هوايا، وبنتمنى ان احنا نلتقي بيكم وتكونوا عملتوا عمل الفني اللي انتوا بتتمنوه باذن الله. شكرا ان شاء الله. وحضرتك شرفنا بيكم. ايوه. وانا عايز اشرب بق ميه عشان ارجع برضه للاسماعيليه تاني زي ما حضرتك قلت. من حقي برضه. ممكن نجيب لك حاجه كبيره وندلقها عليك كده. لا كده مشبع مش هيجي زي العلقه. لا مشبع. يعني اللي يفكروا البلوبر، اللي يفكروا كل حاجه ترشح عليها الميه هترجع ممكن تلاقيها لوحدها جايه. طبعا. وكل سنه وانتم طيبين، وكل لحظه وانتم طيبين، ويا رب يرزقنا بكذا جيهان زيكم. 2 جيهان فيعني كتير صح؟ لا بالعكس ده حاجه جميله. يعني زياده الخير خيرين. ايوه احنا نشكركم جدا ونشكر مشاهدينا ونشكر على حسن
استمتاعهم بالحلقه ومتابعتهم للحلقه، ونشكر ضيوفنا الاستاذ محمد ابو الحسن وضيفنا الكبير كمان الاستاذ سامي منصور. نشكركم جدا على دعوتكم، ان كنتوا قبلتوا دعوتنا وبسرعه وباستجابه سريعه جدا. احنا اشكركم شرف لينا. وبعت البدله الراجل خدها باعها يعني عقبال الحمد البدل لله. اللي جاية إن شاء جدا الله. سعداء جدا. أعزائي المشاهدين، في نهاية لقائنا بنشكركم، نلتقي بكم في الأسبوع القادم ولقاء جديد، والهوى هواي.